السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. تاني كده نوع من خبيز العيد. عملت البيتي فور النهاردة بطريقة سهلة ومش مكلف وبسيط كده ومش متعب كمان، مش باخد اي وقت. شايفين تزيين بسيط بس مخلي شكله حلو. اول حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتحطوا لايك للفيديو. لو لسه ما اشتركتوش تروحوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. نسمي بالله كده ونشوف طريقة البوتيفور دي كانت ازاي. البوتيفور منه 3 انواع، في نوع دايب جدا، والنوع التاني بيبقى فيه جرمشة كده بسيطة بس برضو بيدوب، والنوع التالت بيبقى فيه ماسك نفسه كده ومجرمش شوية بس برضو بيبقى طعمه حلو. بما ان خير الامور الوسط، انا عملت النوع التاني اللي هو بيبقى ماسك نفسه بس بيبقى فيه جرمشة بسيطة كده. اول حاجة كده هنسمي بالله ونبتدي بالمقادير. معايا لازم تكون كوباية سمنة، تكون في التلاجة مجمدة كده، تكون ساقعة يعني وماسكة نفسها، ما تكون سايحة خالص، دي اهم حاجة. وهحط على كوباية السمنة هحط عليها نص كوباية سكر، وهقلب برضو كده كويس بالمضرب لغاية ما يكون لونهم فتح كده. يعني انا هضرب السمنة لغاية ما يكون لونها فتح، وبعد كده هضيف لها السكر البودرة، والسكر البودرة يكون منخول. وبعد كده هضيف البضاية، برضو لازم تكون البضاية بدرجة حرارة المطبخ. وهجيب بقى كوبايتين الدقيق، يكون برضو دقيق للمخبوزات ويكون منخول. يعني انا نخلته تاني معاكم كده عشان برضو تبقى البتفورية هشة مش كبسة بس. وهحاول كده ادخل الدقيق كويس، طبعا نضيف فانيليا في البيض. وهدخل كده كل كمية الدقيق واسيب معلقة واحدة بس، طبعا من غير عجن كده. بعد ما خلصت كده كل المقادير هقلبهم كده كويس واقسمهم على نصين. المعلقة اللي سبتها من شوية هحطها على النص الاولاني، والنص التاني هحط عليه معلقة من الكاكاو بس كده. وهدخلها واكون طبعا مشغله الفرن قبل ما اشكل فيهم. وهجيب بقى الصواني الالومنيوم، احلى تسوية في الصواني الالومنيوم، بتبقى تاخد كده سوا مظبوط، بتاخد نتيجة حلوة. هجيب بقى الجمع والبلبلة اللي هي سنونها واسعة كده، هشكل بها بقى كده التزيين اللي هشكل بها كده البوتفور. عملت كل الكمية. لازم طبعا نحط الاسود مع الابيض عشان نعرف الاسود اخد استوى كويس ولا لا، يعني ما نحطش كل واحد في صينية. وبياخد كده ربع ساعة، اول ما ياخد لون بيج من تحت بولع عليه الشواية كده 5 دقايق وبطلعه بسرعة. شايفين هو ناعم بس مش قوي، فاهميني؟ بس كده. هجيب بقى المربى دي والزقهم كده ببعض، اسود بابيض او زي ما انتي حابة. لو حابة تحطي 2 اسود مع بعض هلزقه. بحط كده لحسة بسيطة خالص في النص كده وبلزقهم في بعض. بسيح بقى على بخار حمام ماء شوكولاتة بني، وكده احط اسقط كده نصها كده في الشوكولاتة، انزلها واحطها كده في الفرماسيلا او جوز الهند او مكسرات، اي حاجة موجودة عندك ممكن تسيبيها كده تبقى شكلها احلى برضو. وبرضو ممكن تعمليها بالمربى وبعد كده تنزليها في السبرينكل او في المرسلة. التزيين يعني ده بصي براحتك، زي ما انت عايزة تفنني فيه براحتك. اهم حاجة تكون الحاجة انت حباها كده، وحاولي توفري في التكلفة يعني على قد ما تقدري، بحاجات تكون موجودة عندك. تشتري حاجات بسيطة من برا، يعني ما اشتريتش غير السبرينكل ده ب5 جنيه، في نفس الوقت ما خدتش منه غير كام واحدة، يعني زينتي بيهم يمكن 7 وحدات ولا حاجة كده. كان الشوكولاتة البيضة برضو سيحتها على الحمامية، كان برضو شكلها حلو كده. والجوز هند برضو شوية، وبصوا شكلهم حلو كده وريحتهم حلوة وطعمهم حلو وما خدوش اي وقت. ريحته فايحة والله. كل ما يعني كنت بصوره كده تاني يوم ريحته كده فايحة في البيت، وريحته حلوة وطعمه كمان حلو. اهم حاجة ما نحطوش بقى في التلاجة عشان ما ينشفش شوية.
نغطيه كده ونسيبه كده في العلبة البلاستيك على الرخامة. يا رب الطريقة تكون واضحة ليكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناة تحت وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي رأيكم ايه في البيتفور، وانا هبقى احط لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. واسيبكم بقى في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.